بصوا بقى يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. خلاص احنا كده معانا موسم التخزين في فصل الصيف. الملوخية الجميلة شايفين بسم الله ما شاء الله خضرة، وهي دي اللي بتتخزن، اللي بتبقى العود كله مليان ملوخية، مليان ورق يعني. تمام. انا هنا جايبة كيلو، وكنت جايبة امبارح برضو كيلو، يعني كل يوم بجيب كيلو، كيلو ونص، عشان اعرف ان اقطفه واعمله. تمام. يبقى هي دي الملوخية. بصوا بقى البتنجان يا حبايبي، انا كنت جايبه برضو كيلو بتنجان، بس خليت واحده حبيبتي كده في السوق تقورهولي. انا برضو هخزنه معاكم، وهقولك الطريقه الصح انك انتي تخزنيه من السنه للسنه. بسم الله ما شاء الله. هغسله دلوقتي وهوريك الطريقه ايه. ومعايا الباميه. بصوا بقى الباميه ما شاء الله المحمره الجميله دي. انا هنا الباميه محدش عندي بياكلها غير انا وجوزي، بنتي ما بتاكلهاش ابدا. فانا هخزن حوالي مثلا 2 كيلو، هيبقى حلوين جدا لينا ما شاء الله، بيقعدوا يعني. فانا جبت كيلو، وان شاء الله كمان يومين كده هجيب كيلو كمان، ويبقى كده حلو قوي. الكيس يعني هيبقى 4 اكلات، الكيس هعمله نص كيلو. تمام. وبرده النعناع يا حبايبي، هي اللي قورت لي البتنجان امال حبيبتي، هي في اول شارع السوق. اللي من بلبس الشرقيه اللي بيشوفوني، هي بتقعد في اول شارع السوق عند محل كارما بتاع الذهب. بنت كده جميله لابسه خمار ونضاره، يعني ربنا يبارك لها يا رب. ويا ريت تشتروا منها، هي بتبيع خضره، ولو حد عايز يقور بتنجان كوسه بتقور له. بصوا بقى النعناع الجميل ده، انا برضو هنشفه. بيقعد معاكي من السنه للسنه، بيبقى جميل جدا. اهي ربطتين هي ادتهم لي بقى. محبة كده. وانا بقى اشتريت نص كيلو فلفل ب10 جنيه، دول ب10، يعني هو الكيلو كان عامل 15. فعشان انا عايزه اعمل محشي بتنجان، قلت احط معاه برضو شويه فلفل حلوين كده. والليمون رخص الحمد لله شويه. النص كيلو ب15، يعني الكيلو ب30، جبت نص كيلو. يلا بقى يا حبايبي، هوريكم دلوقتي ازاي نخزن معانا البتنجان، هيوفر معاكي وقت ومجهود كتير. حبايبي انا معايا هنا الطاسه، حطها على النار او اي صينيه عندك، بتحطي فيها يا دوبك هي معلقه واحده بس من الزيت. بس يفضل طبعا ان هو يكون نوع زيت حلو نظيف. بصي بقى، ابدا ان انا افرده كده في الطاسه. بسم الله، وانزل بالبتنجان كده. هو بس انا الطاسه سخنت قوي، فبسم الله كده. يطفش معانا ده. بصي بقى بديله على كل جهه تقريبا كده واحده، فاهمه؟ الطريقه دي بقى انا كده كده اصلا ما بعملش محشي البتنجان غير بيها، يعني حتى لو انا مش هفرزه، ساعات البتنجان بنجيبه بيكون مجلد معانا، فالطريقه دي هتخلي لك البتنجان دايب دوب كده، يعني ما شاء الله. ممكن برضو تسويه في مع الكوسه برضو ما تاخدش سوا، البتنجان ممكن بياخد سوا شويه. بالطريقه دي بيبقى واخد نفس السوا بتاع الكوسه. واولى وانت هتسويه برضو لوحده، هيبقى معاكي بتنجان حلو قوي دايب ما شاء الله. بتخزنيه بقى في الفريزر، يقعد معاكي من السنه للسنه. هي مش عايزه تتقلب ليه بقى دي اهي. برضو يعني تقريبا عندها مشكله في حاجه اهو. قلبناها الحمد لله. يعني يا دوبك بس تحسي ان البتنجانه كده اتجاوبت معاكي وطريت معاكي، هي كده بتبقى خلاص واصله للمستوى اللي احنا عايزينه، عشان برضو ما يتهريش مننا. وبالطريقه دي بقى لما يبرد تماما احنا بنحشيه، او لو انت هتفرزيه لما يبرد خالص تبداي تعبيه في اكياس، واقول لك هتعبيه ازاي. بصوا دي ما شاء الله بتصفيها خالص، وبتبداي تحطيها على المناديل كده اهي. ودي بسم الله ما شاء الله برضو طريت معانا. دي بقى الرصه التانية اهي، باقي الكيلو بسم الله ما شاء الله برضو. بصوا طري جدا ما شاء الله معايا. بسيبه بقى كده يتهوى تماما اهو. ده بقى المنقذ بتاعك، يعني انت لو مفرزه خلطه المحشي بتاعتك وخلاص، والبتنجان كده طلعتيه من الفريزر قبليها بنص ساعه بيفك على طول، المحشي ده مش هياخد منك حاجه خالص، هيبقى في ثانيه كده المحشي ده اتعمل معاكي.
فاحنا بنحاول نوفر على نفسنا الوقت والمجهود اهو، عشان ما تقعش كده. بسم الله. ودي كده كل الكميه، الكيلو بتاعي اهو. بسم الله ما شاء الله. هسيبه بقى يبرد تماما. بصوا بقى يا حبايبي، دي الباميه اهي ما شاء الله. بعد ما انا غسلتها كويس وسبتها تتصفى، هحطها على فوطه كده قطن زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تكون قطن. اسيبها بقى كده نص ساعه ولا حاجه على ما تنشف تماما. واحاول بقى ان انا اغطي عليها كده وامتص كل الميه اللي فيها، السوائل. وبعد كده ابدا ان انا اقمعها وابدا عمليه التفريز. اهم حاجه تتغسل كويس جدا وتسيبوها كده تتشرب. الجو طبعا حر، فهي هتنشف ان شاء الله على طول. تمام. هسيبها بقى كده وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، هنا معايا الميه خلاص بسم الله كده ما شاء الله غليت. لازم توصل لمرحله الغليان دي. هحط فيها ايه بقى؟ هحط ربع معلقه سكر بسم الله، وعصير ليمونيه، عشان السكر والليمون ماده حافظه للباميه، بيحافظ على الخضار بتاعها. هنا بقى انا غاسله الباميه طبعا ومنشفاها وقمعتها. بسم الله. هنزل كده بالكميه اللي معايا. انا بقى لما هنزل كده اهو هتلاحظوا ان الغليان يعني هادي شويه. هقلب بقى فيها في الباميه كده. بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي بيحبها يقدر يجيب بقى الكميه اللي هو عايزها. انا هنا جايبه كيلو وجبت نص كيلو كمان النهارده، يعني كده كيلو ونص. كده دول هيكفوني ما شاء الله، لان انا بس انا وجوزي اللي بناكلها، بنتي ما بتاكلهاش. فهفرزهم كل كيس نص كيلو، يعني يعتبر 3 اكلات. وانا عندي النص كيلو ده كمان يعني بناكل فيه يومين. فكده خلاص الحمد لله. وانا بعملها بقى كبير في صغير كده. بتستوي على فكرة، يعني في ناس تقولك الصغير بتاخد سوا اقل، بس انا على طول بعملها كده في قلب بعضها. لا عادي، ما بتستوي ما شاء الله. هي بس اول ما المية تقوم على الغليان تاني هشيلها بقى واحطها في المصفى دي بالمية. بتسهل جدا يا جماعة، جميلة. وهوريكم بقى. انا بقى بسم الله كده هنزل بيها. بصوا بقى يا حبايبي، الميزة هنا كده خلاص. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. وتسمي بالله وانت بتدلقي المية السخنة كده في الحوض، عشان ايه؟ اخواتنا بيبقوا موجودين كده، نقول بسم الله وسعوا كده المكان اهو. بنزل بقى بالمية كده من الحنفية عادي، بس عشان اظبط الاتجاه بتاعها اهو. كذا قلبة بقى على ما المية تبرد معايا تماما، واسيبها لغاية. انا بقى ما عنديش تلج، في ناس بتحط مية في تلج، بس انا للاسف ما عنديش تلج. انا بغير لها المية كده لغاية لما تبرد خالص. انتي بقى بتغسليه عادي جدا، وبتبدأي ان انتي تغمريه في المية كده، وبعد كده بتصفيه تماما. حلو قوي يا حبايبي المصفى دي، جميلة وليها يد كمان من فوق بتجفف كمان الخضار. فانا دلوقتي هنقعه وهسيبه بقى كده يتصفى، وبعد كده ايه هقولك هنجففه ازاي. بصوا بقى، ده المجفف كده بتاعه. هو دي المفروض ليها حامل، يعني وردة كده بلف بيها دايرة كده، بس هي اتكسرت عندي. فانا مستخسرة بصراحة لان ده شارياه من سنين. فانا بقى معايا مفك بشتغل بيه. بسم الله. اهم حاجة بس ناخد بالنا من ايدينا. بسم الله كده بيجففوا خالص. ده حلو قوي بقى يا حبايبي في الخضار، خضار محشي، اي ورقيات عموما، ملوخيه. بصوا بينزل اهو الميه، واحطه تاني اجفف تاني. حلو جدا بقى للملوخيه، نعناع، خضار محشي. مجفف حلو جدا، بيساعد ان الحاجه فعلا يعني تبقى بتتسرع في عمليه ان هي ايه تنشف بسرعه. السوا مش السوا بقى اهي. هو نفس فكرة بصوا الغسالة يعني. خلاص انا كده بمجرد ما احطه برضو على اي قماشة قطن. ودي المية برضو اللي نزلت منه.
هينشف على طول. بتجيبي بقى اي كيس قطن كده عندك، بتبدأي ان انتي توزعي كده النعناع بتاعك عليه. بسم الله. وبتسيبيه بقى مثلا لو في المطبخ على الرخامة كده لغاية تاني يوم، بس اتأكدي طبعا انك انت ما عندكيش حشرات، او في تحت مروحة علشان ينشف خالص معانا. تمام. بعد كده اوعي تحطيه في الشمس وهو لسه طري كده، حطي في الشمس لما ينشف ويخرفش كده معاكي، تبداي تحطيه في الشمس ساعة واحدة بس، وتكوني مغطياه بشاشة او بمصفى عشان حاجتنا تبقى ما شاء الله كلها نظيفة وزي الفل.